فإذ نلقاكم على شرفات الأمل الصادق ورحمة بكم ومن سعداء قلوبنا نبعث لكم من نبضات قلوبنا في مجالاتنا الصوتية وقد حاز أغلى العطور بشجر ورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين فمرحبا بكم وحياكم الله معنا في مجالاتنا الصوتية معلمين الأفاضل. شمس هي إطلاقكم، بحر هو عطاءكم. لو كان البحر مدادي والصحراء كتابي لجفت أقلامي وتلاشت أوراقي أمام عملكم. مدير الفاضل، معلمين الأجلاء، إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات من مدرسة اللواء سعد الشربيني الإعدادية بمنشار الجمال أن تقدم لكم برنامجنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر 2016 ميلادية و22 من صفر 1438 هجرية. يا بني الإسلام هذا كنزكم إنه مناهج رب العالمين فاجعل القرآن دستورا لكم تفلحوا والله يهدي المفلحين. والآن سنبقى مع آيات 10 من الذكر الحكيم والطالب أشرف كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. سيقرأ لنا حديث شريف من كلام خير الأنبياء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والطالبة أسماء رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها في رأس وصوت بها خير فإن لهم سنة ورحمة. قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه إن كلام الحكماء إذا كان ثوابا كان دواء وإذا كان خطأ كان داء. والآن مع الحكمة والطالبة ونية رمضان. الآمال العظيمة تسمع على الأشخاص العظماء وشكرا. أحببنا أن نحضر معنا كلمات عسى أن تأخذ مقالة في أذهانكم وفائدتها في قلوبكم لتكون نبرة في يومكم هذا. والآن مع الكلمة والطالبة رفاحات. هي الطاقة الأولى من طبقات ولايات الجو ومعناها الطاقة المضطربة لحدوث معظم التقلبات الجوية فيها بينحط من سطح البحر وحتى في الجوز بسمك حوالي 13 كيلو. تقل درجات الحرارة فيها بارتفاع لأعلى بمعدل 6.5 درجة مئوية لكل 1 كيلو متر حتى تصل إلى أوصال قيمة لها سالب 60 درجة مئوية عند في الجوز. كل فيها الضغط الجوي كلما ارتفعنا لأعلى ويصل عند نهاية الضغط الطرق إلى 1/10 من قيمة الضغط الجوي المعتاد عند سطح البحر. تحتوي على حوالي 75% من كتلة الغلاف الجوي لذا تحدث فيها كثافات الظواهر الجوية كالأمطار والرياح والسحب التي تتكون منها الضغط ويبنى عليها المناخ. تأمينها يسر بشكل عام على نشاط الكائنات الحية. تحتوي على حوالي 99 من بخار الماء. الهواء الجوي هو ما ينظم درجة حرارة الأرض وحركة الهواء فيها رأسية حيث تتصاعد التيارات الساخنة لأعلى وتهبط التيارات الباردة لأسفل. والآن مع الدعوة مع الطالبة رحمة ساح. هل تعلم أن التراب الصخري هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي ومعناها الطبقة المضطربة لحدوث معظم التقلبات الجوية فيه؟ هل تعلم أن التراب الصخري هي الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي والتي يطلق عليها الغلاف الجوي الأوزوني؟ هل تعلم أن النيوز الصخري هي الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي ومعناها الطبقة المتوسطة وتعتبر أبيض الطبقات؟ هل تعلم أن الثرموسفير هي الطبقة الرابعة من طبقات الغلاف الجوي ومعناها الطبقة الحرارية وبدون أنها أسفل من طبقات الغلاف الجوي؟ والآن مع القصيدة والطالبة دنيا خالد. مصر هي
فيك يا بلادي، تحية العالم فؤاد، بنحبك يا مصر، بنحبك يا مصر. بدر الحضارة، علما المنارة، أنت اللي البشارة، بنحبك يا مصر يا أرضنا يا بلادي، بنحبك يا مصر يا أمنا يا مصر الحبيبة. كل حاجة ليكي والأرض نامي، بشارعني لك يا مصر، كل حاجة ليكي شارعني لك يا مصر يا مصر. ونورك وأرضك وخيرك يا مصر علينا بكل حاجة لينا، بنحبك يا مصر كل حاجة لينا يا مصر، بنحبك يا مصر أحلى حاجة لينا، بنحبك يا مصر. يقول الله عز وجل: ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العظيم. والعلم دعوة طالب الأجر ثابت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. سنلحق وترحلون وتفيض بالدمع وزلزلة نذكركم فأثركم تذكرون. في الختام نتمنى أن نكون قد وافقنا في تقديم فقرات إذاعتنا مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم دراسي رائع. كان معكم مقدمة البرنامج طه حسين تحت إشراف أستاذ سماح حسن العلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.